هنشرح طريقه تصنيع الشازلونج ده من البدايه لحد التشطيب النهائي. اي حد هيتفرج على الفيديو ده وهيركز فيه هيقدر ينفذ الشازلونج ده من البدايه لحد التشطيب النهائي بالتفصيل الممل، حتى لو هو مش فني وملوش في المجال وفي المهنه دي. يلا بينا. اول حاجه هنطلع الفرمه بتاعه الجنب بتاع الشازلونج، هناخد 61 سنتي، وفي الاتجاه التاني هناخد 1.50 سنتي، وبعد كده هناخد علام. اللوح اللي احنا شغالين عليه دوت كونتر طبقات 8 مللي، ممكن نشتغل 10 مللي عادي. بعد كده بناخد 35 سنتي، وبناخد الاتجاه التاني 75 سنتي، وبعد كده بنبدأ نرسم الفرمة بتاعتنا داخل الحدود دي. طبعا لان الشازلونج الدورانات اللي فيه مش برجل، لان هو شكله طبعا زي ما حضراتكم شفتوا في اول الفيديو، فهو بيترسم بالطريقه دي. لو حد عطل على موضوع الفرمه دي، يعني لو حد حب ينفذ الشازلونج وما عرفش يطلع الفرمه دي، يعني يسيب لي رقم تليفونه في التعليقات وانسق معاه ويجي ياخد مني الفرمه عادي، مش مشكله. يعني لو حد ما عرفش يرسم الفرمه بالطريقه دي او عطل عليها، ان شاء الله يتواصل معايا واديله الفرمه عادي، اديله طبعه يقص عليها الجنب ده. بعد كده طبعا بنشتغل بالاركيت، بنقص وشين، وزي ما قلنا ينفع نشتغل كونتر طبقات، ينفع نشتغل MDF، ينفع نشتغل اي خام، ينفع نشتغل كونتر، المتوفر عندك شغال ان شاء الله. اللي احنا شغالين بيه ده كونتر طبقات 8 مللي، طبعا ينفع كونتر طبقات 10 مللي وهكذا. يعني كده احنا طلعنا الفرمه بتاعه الوشين. بعد كده بنجيب خشب، ده بوصه وربع في 5 موسكي، ينفع نشتغل زان، ينفع نشتغل زان، ينفع نشتغل مقاسات غير دي، ينفع برضه. المتوفر معاك ينفع ان شاء الله. ولو متوفر عندك الديسك تمام، مش متوفر عندك الديسك ممكن تشتغل بالمنشار اليدوي العادي. طيب اول حاجه احنا قطعنا حتتين طوال على قد الجنب من تحت بتاع الشيزلونج. بعد كده بنقطع كام حته، المقاس بتاعهم 45 سم، المقاسات دي 45 سم. بعد كده هنقطع 4 قطع دول علشان خاطر نركب عليهم الرجل. هنا طبعا بنشتغل بالغيره، دي غير ابيض، وبنبدا نجمع الخشب بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي. برضو المسدس ده لو متوفر تمام، مش متوفر معاك ممكن شاكوش ومسامير تشتغل معاك عادي. بعد كده بنحط الغيره وبنبدا نثبت الخشب، يعني تقريبا كل 10 سم او كل 15 سم حته خشبه، طبعا على حسب العدد اللي انت هتقطعه. وطبعا كل ما يكون العدد زياده كل ما يكون افضل في الخشب ده يعني. وهناخد واحده هنا في الاول، واحده هنا في الاول في الباقي، وهنحط غيره من فوق وهنبدا ندبس. طبعا زي ما قلنا المسدس ده لو متوفر معاك تمام، مش متوفر معاك تقدر تشتغل بالشاكوش والمسامير. الشيشه اللي هي 3 سم هتقدر نفس الغرض معاك. وبنثبت الاربع قطع دول في الاربع زوايا علشان دول هنركب عليهم الرجل. وبعد كده طبعا بنبدا نربط بمسامير بورما، دي مسامير بورما 3 سم. بنبدا نربط في كل خشبه، بنركب مسمارين. طبعا الخشب ده ليه مسميات كتير، يعني في الصنعه عندنا في ناس بتقول سقسات، في ناس بتقول سدايب، في ناس بتقول مدادات، فاحنا هنقول خشبه علشان خاطر الناس في العموم تفهم احنا بنتكلم عن ايه يعني. وطبعا بنقلب الوشين بقى، يعني بيشتغل الوشين، بنربط الوشين بتوع الشازلونج بالمسامير البورما. وهنا طبعا هنيجي ندي مسمارين طوال شويه، دول مسمارين 5 سم او 6 سم علشان خاطر نمتن، نخلي القطعه اللي هتشيل الرجل دي قويه. بعد كده بنأكد عليها بالدبوس او بالمسمار حسب المتوفر. كده احنا خلصنا مرحله النجاره. طبعا هو كده قوي جدا جدا ما شاء الله يعني. وبنبدا نحط بقى هنا غيره، وده بلاكاش 2 مللي علشان يلف معانا بسهوله. طبعا ده ينفع، وممكن نحط كرتون، يعني لو في كرتون برضو بتاع المنجدين شغال، لكن طبعا البلاكاش افضل يعني. وبنبدا ندبس على الحروف بتاعه الشازلونج، وطبعا بندبس برضو في النص علشان خاطر كله يمسك في بعضيه، ولو في اي زياده باي منشار هنبدا نشيلها بالشكل ده. بعد كده مرحله السفنج، ده فرخ سفنج 4 سم. طبعا كل ما تكون الكثافه عاليه كل ما يكون افضل. هنا احنا بنعلم المقاسات اللي محتاجينها.
احنا طبعا قصينا القطعه الاولى كان مقاسها 45 سم، فاحنا بنقص هنا دلوقتي هنعلم قطعه على 45 سم بالطول، وهنعلم قطعه تانية على 65 سم. الحته ال 45 دي اللي احنا بنلزقها في بعضيها دي، هو الشازلونج بياخد فرخ بالظبط، يعني هو فرخ السفنج هيغطي ان شاء الله معاك الشازلونج كله. ونبدا نلزق القطعه دي علشان خاطر نطول المسافه شويه بتاعه السفنجه. بعد كده هنحط الغيره علشان خاطر تمسك كويس، كله يمسك شغله، كله يمسك في بعضيه. وهنا بنسيب من تحت حوالي 12 سم، وبنبدا نثبت السفنج بتاعنا على الحروف. طبعا ده ما بيلفش للاخر معانا علشان خاطر هو نظام الشازلونج كده، ما بنلفش السفنجه لحد الاخر. دي الطبقه الثانيه، دي احنا قطعناها على 65 سم. طبعا دي اعرض من الشازلونج شويه، وهنبدا نحطها على الشازلونج وهنخلي يعني ايه مرفرفه من الجنبين. هنخلي فيه رفرفه من الجنب اليمين ورفرفه من الجنب الشمال علشان خاطر دي هنحتاج نتنيها. فاحنا بنخلي السفنج من اليمين قد الشمال بالظبط اهو، اللي هو الجزء اللي طاير ده المرفرف عن الشازلونج. بعد كده بنبدا نقفل بالدباسه، ولو الدباسه مش متوفره برضو ممكن تشتغل بالمسامير بتاعه المنجدين، اسمها مسامير ابايبي، دي بتتباع عند الموانع عادي، او بتشتغل بالدباسه اللي بتتباع في المكتبه لو دي مش متوفره عندك يعني. وبنبدا نتني السفنج وندبس في الجنب. هو الشازلونج ما شاء الله شغله سهل جدا يعني. بعد كده نحط غيره، ونبدا نحط طبقه فايبر علشان تدي راحه في الاستخدام يعني. الفايبر احنا ما بنطرفوش كتير، بيطرف حوالي سنتي بس من كل جنب، ولو في اي زياده بنشيلها. هنا علشان خاطر دي ما تعملش معانا كلكعه بنشيل نص الطبقه اللي تحت. بعد كده مرحله القماش، بنقطع حته قماش دي عرضها 70 سم، طبعا بطول الشازلونج زي ما يكون بقى معاك. وبنبدا نقفل بقى، نشد من هنا ونشد من هنا. طبعا هو الموضوع يعني مجهد شويه، ولكن طبعا دي الطريقه بتاعته المظبوطه يعني. بنبدا ندبس هنا من الجنب هنا، ونروح الناحيه الثانيه نشد وندبس. طبعا بنشد القماش جامد علشان خاطر ما يبقاش فيه يعني اي مشاكل. طبعا بنقفل تحت وبنرجع نقفل الجنب تاني. بنيجي هنا بناخد كسر خفيفه خالص كده علشان خاطر نلم فيها الزياده بتاعت القماش اهو. وطبعا الناحيه التانيه نفس الكلام اهو، بنعمل كسر علشان خاطر نلم الزياده بتاعت القماش. وبنبدا نشد جامد، ناخد حته من الجنب ده وحته من الجنب ده لحد ما الشازلونج يخلص. هو الشازلونج كله نجاره وتنجيد بياخد تقريبا حوالي ساعه ونص شغل او ساعتين شغل، وقته مش كبير يعني. ولكن طبعا احنا بنسرع الفيديو علشان خاطر الفيديو ما يطولش زيادة عن اللزوم. هنا برضو بنشد وندبس في الجنب كده اهو. وبنيجي عند الاجزاء اللي فيها الدورانات دي، وبنبدا نعمل كسر في القماش علشان خاطر نلم الزياده بتاعه القماش. هو يعتبر اصعب حاجه في الشازلونج الفرمه، ولو حد محتاجها يتواصل معايا وان شاء الله باذن الله اديها له عادي، مفيش مشكله خالص يعني. ارسمه له على كرتون ولا حاجه وياخدها يشتغل عليها. يعتبر اصعب حاجه في الفرمه، وطبعا كتير من حضراتكم ان شاء الله برضه هيعرف يطلع الفرمه بتاعته ان شاء الله، مش هيبقى صعب يعني، لان احنا رسمنا الفرمه يعني في الفيديو وكمان كتبنا مقاساتها، فالموضوع ان شاء الله مش هيكون صعب معاكم. هنا هنبدا نقفل تحت. بعد كده نحط سفنجه ولا حاجه على الارض علشان خاطر طبعا القماش ما يتوسخش، ونحط الشازلونج عليها. دي طبقه سفنج 2 سم بنبدا ندبسها. وهنا طبعا بالفتيل ده اسمه فتيل، بنبدا ندبس بالشكل ده. طبعا بنبدا نتني وندبس نخلي الدبوس تحت الفتيل مباشره، وبنبدا ندبس طبعا مع مراعاه ان احنا نحافظ على الشكل الجمالي للشازلونج من الجنب يعني. وانت بتدبس تحاول برضو تظبط ايدك
ان الدورانات تطلع مظبوطه. بعد كده بنشد وندبس تحت. طبعا الفينش بتاعه عالي جدا جدا ما شاء الله. هنا اهو مفيش دبوس باين، مفيش اي حاجه باينه، الفينش بتاعه عالي جدا. وحتى يعني هنا بص، انا هنا بقرب لك بالكاميرا علشان تعرف ان الدبوس مش باين نهائيا، مفيش دبوس باين نهائي. تحط الفتيل في القماشه تحت السفنجه ال 2 سم وتبدا ترسم الفرمه بتاعتك. بعد كده احنا خلاص دي اخر مرحله تقريبا. اي حته قماشه بقى عندك او دمور ايا يكن بتبدا تتنيها لجوه لتحت وبتبدا تدبس علشان خاطر تقفل كويس الشغل بتاعك، علشان طبعا الشكل الجمالي، وفي نفس الوقت ما يلمش بقى ولا حشرات ولا الكلام ده. بنقفل كويس طبعا. دول 4 رجول، دي ارتفاع الرجل هنا 5 سم. لو انت عندك الرجل ارتفاعها اكتر او اقل مش مشكله، تركب عادي. كده احنا خلصناه. هنطلع بقى بيه بره نحطه في نفس المكان الجميل اللي احنا صورناه في اول الفيديو. ايوه بس كده خلاص.